بكرة افتتاح 7000 سنة حضارة. بكرة افتتاح أكبر متحف في العالم كله بيضم حضارة واحدة. بكرة افتتاح حلم المصريين. نعم، فهو افتتاح المتحف المصري الكبير. القصة بدأت من زمان قوي لما كان المصريين عندهم حلم إنهم يخلوا تاريخهم كله في مكان واحد، فعشان كده بنوا المتحف المصري الكبير. المتحف اللي مساحته 490 ألف متر مربع. المتحف اللي قبل ما يفتح واخد 8 شهادات ايزو. المتحف اللي برضه قبل ما يفتح واخد 5 جوائز عالمية أبرزها اليونسكو. المتحف اللي بيتبني من 17 سنة، ويقال بيتبني من 20 سنة، ويقال إنه بيتبني من 2002. واو. عدد القطع الأثرية فيه 57 ألف قطعة أثرية. انت عشان تشوف القطع الأثرية دي كلها، انت لو هتبص على كل قطعة أثرية لمدة ثانية واحدة، انت محتاج 16 ساعة عشان تشوفهم كلهم. شوف بقى انت محتاج بقى كام يوم. نزلة السمان بقى، نزلة السمان زادت 3 أضعاف. اللي نزلة السمان كلها حرفيا بقت كلها فنادق. المتحف فيه 12 قاعة عرض رئيسية. نيجي لأهم قاعة عرض، هي قاعة الملك توت عنخ آمون، اللي فيها أكتر من 5000 قطعة أثرية متجمعين لأول مرة مع بعض. القاعة اللي حجمها أكتر من 7500 متر مربع. القاعة اللي فيها قطع أثرية لا تقدر بثمن. تصميم المتحف عامل زي الهرم بس بطريقة عصرية. أول ما هتخش المتحف من البوابة هتلاقي شكل هرم بطريقة عصرية. الأهرامات هتلاقيها في وشك على طول، موقع متميز. انت برضو مش رايح متحف بس، انت رايح أهرامات الجيزة في وشك. أول ما هتخش هتلاقي الملك رمسيس التاني. أيوة، الملك رمسيس اللي كان في ميدان رمسيس اتنقل سنة 2006. للعلم الملك رمسيس ده طوله، الملك رمسيس التاني يعني، طوله 11 متر ووزنه 80 طن. حجم كبير قوي. إنه حدث عظيم جدا يثبت للعالم كله أن مصر هي مهد الحضارة، وأنها من علامة العالم كله التاريخ. أكبر متحف في العالم كله يضم حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير. وده كان شرف عظيم ليا إن يكون أول فيديو على القناة هو فيديو ليه المتحف المصري الكبير. لايك واشتراك على الفيديو. كان معك عبد إبراهيم. سلام.